تعرفوا ان الميزان اوقات كتير بيكون كذاب؟ طول ما انت عامله دايت وملتزمه ممكن جدا يكون الميزان كذاب. ودي يا ستي سيريز بعرفك فيها على حاجات ممكن تكون السبب في ثبات الميزان. الميزان مش دايما بيقول الحقيقه لان هو بيتاثر بعوامل كتير جدا. لو انت جسمك حابس ميه هيتاثر، لو وقت بيريود هيتاثر، لو عندك امساك هيتاثر، او حتى نظام الاكل اللي انت ماشيه عليه في نفس اليوم لو غيرتي فيه شويه حاجات ممكن الميزان كمان يتاخر. اللبس بيغير الميزان، حرفيا حاجات كتيرة جدا. وهتبقي ملاحظة ان الجسم نفسه عمال يتغير، وممكن يكون جسمك فعلا بينزل دهون ومقاسات جسمك بتتغير وبتخسي فعلا، بس تطلعي على الميزان تلاقي نفس الرقم. عشان كده الاعتماد نفسه على الميزان ممكن يضللك. لازم نعمل ايه بادي علشان نشوف نسبة المية، نشوف نسبة الدهون، نسبة العضل، نشوف نسبة كل حاجة في الجسم، ونشوف ايه فعلا بيتحرك وبينزل معانا وايه ما بيتحركش او ايه بيزيد. وبس كده. احكولي تجاربكم مع الميزان الثابت اللي ما بيتحركش، وقولولي تفتكروا ايه كمان ممكن يكون السبب. انا دكتور ندى عادل ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.